السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم جوج شكيله ديال الحلوى بلا فران اللي كيجيو زوينين بزاف، بنان كيذوبوا في الفم، ومن طبيعه الحال الفقاس اللي ما كيخطا حتى شي طبله مغربيه اللي كيحضر في جميع المناسبات المغربيه. غادي نحتاجو ان شاء الله جوج كيسان ديال الزيت، جوج كيسان ديال السنيده، غنحتاجو كذلك 6 ديال البيضات، غادي نحتاجو كاس ديال اللوز اللي ديجا رقدته في الماء، غنحتاجو كاس معمر ديال الزنجلان، نص كاس ديال ماء الزهر. بالنسبه للمقادير كتاخدوهم بكاس العنبه. غنديرو جوج خمارات ديال 8 غرام، وغادي ندير فاني، وكندير كذلك معلقه كبيره ديال النافع، وغادي ندير القشور ديال الحامض او قشور ديال الليمون. بحال انا درت ديال الليمون البرتقال، يمكن لكم ديروا ديال الحامض بحال المهم كل واحد والنكهه اللي كيبغي. من طبيعه الحال مع قبيصه ديال الملحه، بالنسبه للفقاس كيبغي الملحه هكا. بالنسبه للطريقه كنديروا البيض هو الاول مع سكر سنيده، كنخدموهم غير شويه صافي، وكنبدا نضيف المكونات كاملين شويه بشويه حتى كنخلطوا كلشي. ان شاء الله كنخلطوا غير شويه صافي، وغادي نضيفوا الزيت. المهم بالنسبه للمكونات كنضيفوهم كاملين في خطره واحده، كنضيفوا الزيت، القشره ديال الليمون، الملحه، وكذلك كنضيفوا الزنجلان، اللوز، النافع، المهم كاع المكونات كاملين كنضيفوهم في الاول، ما عدا الخمارات كنخليوهم حتى كنبي ندير الدقيق، او حتى كندير الدقيق عاد كنديرهم ماشي مشكل، ما ضروري يبقاو حتى الاخر. صافي غادي نخلط هاد المكونات كاملين. بطبيعه الحال اللوز راه صفيتو من داك الماء اللي كان مرقد فيه، صافي غنخلط كلشي مزيان، وكنبدا نضيف الدقيق شويه بشويه. بالنسبه للفقاس باش يعطيكم كميه كثيره ما خاصكمش تطحنوا في الطحانه الكهربائيه او ديروا الضراب الكهربائي، لانه ما كيعطيكمش كميه اللي هي كثيره، كيعطيكم كميه اللي هي قليله بزاف. لذلك حاولوا تخلطوا كلشي غير بيديكم، خدموا كلشي غير بيديكم صافي، وكتبداو تضيفوا الدقيق شويه بشويه حتى كتحصلوا على القوام اللي بغيتو. بالنسبه للقوام ديال الفقاس هو ما خاصوش يكون قاصح بزاف باش ما يتفرقعش ليكم في الفران، وما خاصوش يكون عاوتاني خاصو الدقيق مني غادي ديروه في الفران كيكون قصير، هو الاول كيقصر وكيفيض بحال كيفيض وما كيجيش زوين، ما كيجيش زوين الا كان عاوتاني خاصو الدقيق. صافي بعد ما حصلنا على القوام اللي بغينا كيف كتشوفوا، ما كيكونش قاصح وما كيكونش جاري بزاف. الطريقه باش كنجربوا ملي كنديروا بحال هكا، خاصنا ملي كنديروا بحال هكا دابا علاش كالحربول ما خاصوش يهبط، ما خاصوش يهبط حتى يبقى زاكي بحال هكا كما هو. صافي كنديرو هكا رقيق شويه، راه باقي غادي يتزاد الحجم ديالو. كندير 3 كبار كنديرهم على طول الطاوله. الطاوله عندي انا راه طويله كبيره ديال الفران عندي كبير، كويزيني كبير. صافي كنديرو بهاد الطريقه هادي، كندير غير 3 ولا ديروا 4، يعني نتوما ديروهم على الشكل اللي بغيتو، غير هكا زعما كتختصروا عليكم الوقت. صافي بعد ما كنسالي كندير واحد المعلقه صغيره ديال الكاكاو، كندير صفر بيضه، كنخلط كلشي مزيان، وكندهن الوجه ديال الفقاس ديالي بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوا. كتبقاو مستمرين بهذه الطريقه حتى كتكملوا الكميه كامله اللي عندكم ديال الفقاس. بعد ما كندهنوا الفقاس كامل صافي كندوزو بالفرشيط هذا الشكل هكا، كديروا هاد الخطوط هادو فوق من الفقاس صافي، وكنتقبوه الفقاس ديالنا كنتقبوه بواحد العود باش ما يتفركعش، وكنديروه دائما على فران يكون بارد، ما كنسخنوش الفران من قبل باش ما يتفركعش لينا الفقاس، حيت حنا الغرض ديالنا ماشي يتفركعوا انما يطيب نص طيبه، حيت باقي بغينا نقطعوه. صافي كنشعلوه عليه على عافيه متوسطه، من بعد فاش كيطيب من التحت كيشد راسو كنشعلوه عليه الفوق، ما تحاولوش تحمروه بزاف كي درت ليه انا، غير غبتي عليه شويه وهو يتحمر. نتوما حاولوا انكم تشعلوا عليه الفوق غير باش كينشف صافي، وكتطفيو عليه كتغطيوه بواحد المنديل، اللي كيكون ديجا سارد صافي، كتخليوه ليله كامله ولا كتخليوه على الاقل واحد ساعتين المهم تيبرد
انا كندير بالليل والغد ليه كنقطع، ولا كنصايبو في الصباح والغد وفي العشيه صافي. وكنبدا نقطع. ضروري الموس يكون ماضي بزاف باش كينزل على ديك اللوزه ويقطعها باش ما يتقطعش لكم الفقاس ديالكم. صافي كنبقاو مستمرين بهذه الطريقه هذه حتى كنكملوا الكميه كامله اللي عندنا ديال الفقاس. بالنسبه للوز حاولوا انكم تدخلوه الا كان في الفقاس هكا في الجناب، دخلوه لداخل باش ما يقطعش لكم الفقاس ديالكم. صافي كنبقى مستمره بنفس الطريقه حتى كنكمل الكميه كامله اللي عندي. كنشعل على الفقاس لتحت فقط، ما كنشعلوش كاع الفوق، وكنديروا عافيه متوسطه وكنبقاو حاضيين معاه حتى كيتحمر، وكنبقاو نقلبوا فيه حتى كنحصلوا على اللون اللي بغينا. المهم راه كيعطيكم هذا المقادير اللي عطيتكم كيعطيكم كميه اللي هي كثيره. تبارك الله عطاو 2 طاوات ونص تقريبا، كيعطوك 2 كيلو ونص ديال الفقاس. وهذا هو الشكل ديالو النهائي. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. كيجي هذا الفقاس هذا مقرمش زوين بنين. المذاق ديالو رائع جدا لانه كيطيب على المهل. ودابا غنمروا ان شاء الله نحضروا الحلوه وحده اخرى. بالنسبه للشكل الثاني غادي نحتاج 200 غرام ديال البسكويت اللي غادي نطحنوا بهذا الشكل هذا، كيكون بحال البودر، كيكون بحال الغبره. وغادي نحتاجوا 500 غرام ديال الكاوكاو اللي كيكون مهرمش حتى هو بهذا الشكل هذا كيف كتشوفوا، مهرمش مطحون ومهرمش، يعني ديك التهرميشه كتكون رقيقه بزاف، ما فهمتوا، ماشي بحال اللي كندير انايا في حلوه ديال الرخامه. صافي بعد ما غادي نخلطهم بجوج، غادي نضيف عليهم 1 معلقه ديال الكاكاو المور، معلقه كبيره او 2 معالق على حسب الكميه وعلى حسب نوع الكاكاو. كاين الكاكاو اللي كيكون كحل كديروا فيه غير معلقه، ولكن بالحق هذا هو الكاكاو اللي زوين، هذا اللون هذا اللي كيكون ماغو. صافي وغادي نضيف واحد القبيصه ديال الملحه ديما انا كنخدم بها، وغادي نخلط هاد المكونات مزيان. بعد ما غادي نخلط المكونات مزيان غنبدا نضيف الشكلاط اللي ذوبته، تقريبا واحد رابعه ديال الشكلاط. كنبقى نضيف شويه بشويه حتى نحصل على هذا القوام هذا. المهم انكم منين تجمعوه في يديكم كيتجمع. المقطع مشى ليا فاش كنت كنكب الشكلاط، فاش بغيت ندير المونتاج لقيت داك المقطع بالضبط فاش كنت كندير الشكلاط تقطع. المهم كتبقاو تضيفوا الشكلاط شويه بشويه حتى كتبان لكم العجينه ديالكم في يديكم. ملي كتجمعوها كتجمع معاكم، ما خاصهاش تبقى هكاك حبيبات في يديكم، لا تكونوا مني تجمعوا يديكم يتجمع. صافي كنجيبوا البلاستيك كنديروا هذه الطريقه هذه. في حالات الا كنتو بغيتوا الكراميل ديروه الوسط، كديروا هذه الطريقه باش ديروا الكراميل الوسط، وكتجمعوا البلاستيك ديالكم بحال شي حربول مزيان، كتحربلوه مزيان وكتدخلوه المجمد. في حالات ما بغيتوش ديروا الكراميل ماشي ضروري ديروا هذه الطريقه اللي درت انايا هكا، كتبقاو تجمعوه بيديكم حتى كديروا كما درنا الفقاس بحال هكاك. هو ما كنجمعوه بيدينا، ما كنبقاوش نديو فيه ونجيبو بيدينا، لا كان هي بيدينا كنجمعوه وكنبداو نحطو، من بعد كنديرو في بلاستيك وكنشكلوه على الشكل اللي بغينا حنا. صافي انا درت الكراميل هو الاول صافي، وبديت كنجمع نفس الطريقه درتها الكميه كامله اللي عندي صافي، ودخلتهم للمجمد باش يجمدوا ضروري من هذه المرحله. الا ما بغيتيش المجمد دخليه للثلاجه. كنحاولوا اننا نجمعوا مزيان كيف كتشوفوا، وكنسدو مزيان باش ما يخش لينا الكراميل، وفي نفس الوقت خاصنا نزيروا باش يجيو مزيان باش ما يتفرتوش لكم ملي تكونوا كتقطعوهم، باش كيجيوكم مقادين ومصايبين. ونفس الطريقه كنديروها الكميه كامله اللي عندنا حتى كنكملهم، وان شاء الله نتلاقاو. بعد ما ساليت كلشي دخلتهم المجمد تجمدوا صافي، خرجتهم مباشره. من بعد ما كيخرجوا كنحيد لهم البلاستيك وكنخليهم يرتاحوا شويه باش نبدا نوضع عليهم الشكلاط من الفوق. بالنسبه للشكلاط كنضيفوا واحد الكميه اللي هي قليله على حسب الكميه نتوما اللي درتو. صافي كنبدا نكب الشكلاط فوق الحلوه ديالي. ممكن لكم ديروا هاد الحرابل هادو فوق من شي شبيكه. المهم راه هاد الشكلاط هذا اللي كيتكب راه باقي غادي نستعملو، كنعاود نكرطو وكندوبو لاستعمال اخر. صافي بعد ما كنساليو الكميه كامله اللي عندنا كنديروا الشكلاط من الفوق بهذا الشكل هذا باللون ديالو نيت، او ممكن لكم ديروا الشكلاط البيض. كنبقاو مستمرين بنفس الطريقه حتى كنكملوا الكميه كامله اللي عندنا. بعد ما كنساليو الكميه كامله اللي عندنا كنحصلوا عليه بهذا الشكل هذا، راه دغيا كيجمد
ولكن ضروري في التقطاع تبعوا هاد النصائح اللي غنقول لكم. اولا ضروري من شي منديل، ضروري من الموس يكون كيقطع مزيان، وضروري من الماء سخون يكون حداكم، الماء يكون سخون بزاف. كدوزو منه داك الموس وكتمسحو وكتقطعو كتمسحو وتقطعو عاوتاني. علاش كنمسحو؟ باش ما يتوسخش لينا ما توسخش لينا الحلوه ديالنا. وضروري من الماء سخون. علاش؟ باش ما كتشققش لينا ديك الشكلاط اللي كاينه الفوق، باش كيبقى المنظر زوين. صافي كنبقاو مستمرين بهذه الطريقه حتى كنكملوا الكميه كامله اللي عندنا. ملي كنحسوا بالموس برد كندوزوه من الماء اللي كيكون غليان كيف ما كتلاحظوا. صافي بعد ما سالينا الكميه كامله اللي عندنا كنجيبو قبيغطات وكنبدا نوضع فيهم الحلوه ديالنا. كتجي الحلوه بهذا الشكل هذا، كيكون فيها الكراميل الوسط. حتى الشكل ديال الحلوه كيشهي وكتذوب هاد الحلوه هادي في الفم. صراحه زوينه بزاف، نتمنى انكم تجربوها. وبالكراميل كتجي زوينه، وفي حاله ما عندكمش او ما بغيتوش ديروا كراميل ماشي ضروري. صافي كنبقى مستمره بهذه الطريقه حتى كنكمل الكميه كامله اللي عندي. هذا هو الشكل ديالها وكتعطينا كميه اللي هي كثيره. ودابا غادي نمروا ان شاء الله نحضروا محبوبات الجماهير، حلوه الرخامه. بالنسبه للرخامه غادي نحضروها ان شاء الله بكيلو ديال الكاوكاو. كنحتاج كيلو ديال الكاوكاو مهرمش كيف كتشوفوا. انا كنخليه شويه مهرمش، كنضيف عليه العسل. بالنسبه للعسل عينك ميزانك على حساب شحال عندك ديال الكاوكاو، حيت يمكن تخدميه بشويه. وغادي نضيفو معلقه ديال القرفه، واحد الفانيلا. صافي وغادي نخلطوا هاد المكونات. ضروري من قبيصات الملحه. انا غادي نخلطوا مزيان مزيان بهذا الشكل. من الاحسن ان ندير ايديا احسن باش يتخلط ليا كلشي مزيان. صافي بعد ما غادي نخلط، راه دغيا كيتجمع هذا الخليط هذا. المهم راه كيبان لكم كيتلصق شويه في اليد. وماشي ضروري ديروا هادشي جاري بزاف، كتديروا القوام يكون شويه شاد راسو. كنجيبوا ورق الزبده كنفرشوه وكنديروا عليه الخليط ديالنا. ومن بعد كنديروا واحد البلاستيك من الفوق باش ما كيتلصقش لينا المدلك ديالنا. صافي كنبقاو نصايبو حنا في نفس الوقت كنصايبو دوك الجوانب حتى كنصايبو الوجه ديال الحلوه بهذا الشكل هذا اللي غادي تشوفوا ان شاء الله. صافي كنبقاو نصايبو الحلوه حتى كنحصلوا على بهذا الشكل هذا. صافي كنصايبو الا بانت لينا شي حاجه ماشي هي هذيك، وكنكبو من الفوق الشكلاط. بالنسبه للكيلو ديال الشكلاط كنديروا ليها نص عفوا كيلو ديال كاوكاو كنديروا ليه نص كيلو ديال الشكلاط. كنقسمها، كندير شويه لتحت كما كان، ما كنديرش بزاف. يعني داكشي اللي كنديرو الفوق اكثر من داكشي اللي كندير تحت من الشكلاط. دابا هنا هذا كيتسمى لتحت ديال الحلوه حيت باقي غادي نقلبها. صافي بعد ما كندير الشكلاط كنبقاو نخبط بهذا الشكل هذا باش كيتقاد الوجه ديالها. صافي غادي نخليها حتى كتجمد ديك الشكلاط وكنجيبوها. بعد ما جمدات غادي نقلبها للجهه الاخرى. انا غنحاول نقلبها في الطاوه باش ما تهرش معايا بهذا الشكل. صافي وكنحاول انني نحيد داك ورق الزبده من الفوق بابي كويسون. وغادي ندير الشكلاط من الفوق. لو كان انا كندير الشكلاط الابيض من الفوق، كندير الا درت الشكلاط الكحل من التحت كندير الشكلاط الابيض من الفوق. وبعض المرات كندير بحال بحال. تنوريكم الشكل الاخر اللي درتو بحال بحال، يعني درت الشكل صافي كنديروا الشكلاط فوق من الوجه ديال كاوكاو بهذا الشكل هذا. كنبقاو مستمرين بالطريقه بنفس الطريقه اللي كتشوفوا حتى كنكملوا الكميه كامله اللي عندنا. المهم كنحاولوا اننا نصايبوا الوجه ديال الحلوه باش كتجينا مقاده مزيان وما كتكونش شي بلاصه عاليه وبلاصه هابطه. من بعد كنبدا نخبط بهذا الشكل هذا باش يتقل. هاد المرحله دي خاصنا نديروها بالزربه. صافي كنجيب واحد شويه ديال الشكلاط اللي ذوبته كندوزو هكا من الفوق دغيا بهذا الشكل هذا. صافي وغادي ندير بحال ملفي. كنبقى كنجيب واحد الفرشيط او موس او شي عود. كنبداو ندوزو بهذه الطريقه اللي غادي تشوفوا في الفيديو. هاد المرحله هذه كنديروها بسرعه دغيا باش ما كيجمدش معنا الشكلاط. صافي وكنخليو الحلوه حتى كتجمد مزيان، كيجمد عليها داك الشكلاط. كنجيبو شي موس يكون ماضي كندوزو فوق من الحلوه بهذا الشكل هذا كيف كتشوفوا. راني قربت لكم هكا. وهاد الجوانب كنحيدهم. دائما كنمسح وكنبدا ندوز بهذا الشكل هذا. من بعد غنبدا نقطع عادي.
في الاول انايا كندوز من فوق غير بحال قلتو، خاصني نقطع غير داك الشكلاط باش ما يتهرش معايا انا من بين نقطع كلشي في خطره واحده. صافي من بعد غنبدا نقطع الحلوه ديالي بهذا الشكل هذا كيف كتشوفوا. كاين اللي كيقطع وحده بوحده، انا صراحه كتجيني هكا ساهله دغيا كنكملهم. كنقطع كلشي صافي. بحال ما عرفتوش باش تاخدوا ديروا نفس المقاس، يمكن لكم ديروا بحال هكا الا عندكم شي قطعه بحال هكا، ممكن لكم ديروا مسطره وكتبداو تقطعوا، حيت ملي كتكون كميه كثيره كتخافي هكا لا تغلطي وتخربقيها. صافي بعد ما كنقطعها كامله كتجيني بهذا الشكل هذا، كتجي زوينه بزاف. صافي كنديرها في قويغطات وكنحتفظ بها. ضروري هاد الحلوه هادي كدير في شي بلاصه اللي بارده ولا كدير في الثلاجه. وبصحة والراحة إلى فيديو آخر إن شاء الله. كنتمنى هاد الشكلات اللي درت معكم ينالوا الإعجاب ديالكم. إلى فيديو آخر، وشكرا لكم بزاف على حسن المتابعة.